صباح الخير، كي صبحتوا لاباس على خير؟ صحة لاباس؟ اللهم لك الحمد. سكات في الدار، دريات في المدرسة. طيب الغديوه ديالي كنتسنى فيهم، قلت بلاتي نهضر معكم واحد الموضوع غاضني بزاف. كي جاتكم القصيصه اللي طلع لكم في راسكم قولوا هذه نزولها، دابا فرحانه بها باش ديما الجديد ما يجيش ما طلع لكم شي في راسكم. المهم جاي لي خوتي واحد الموضوع غاضني. شفت واحد السيده يوتيوبره خرجت ضربها راجلها وهرس ليها الدار وخرجت تبكي. ماشي كنعيب لان هذا المشكل يقدر يطرا بين اي كوبل، ياك خصوصا ديك الرجال اللي يدوم شويه خفافين وداكشي. المشكل علاش انا جايه ندوي المراه، علاش خرجت في ديك حاله الغضب تبكي وتنحط وتشكي على المغاربه باش تبقى فيهم؟ ممكن بالكي حنا ولا فينا ريس اي حاجه كطرنا كنبغيو نعاودوها، ممكن باش توثق اللحظه ممكن. ولكن يا بنتي في اللحظه اللي انت كتخرجي كتبكي وكتغوتي يعني حاله غضب، يعني ما متحكماش في راسك 100%. ملي كنتعصبوا هزي فم وقول. ما خفتيش في ديك لحظه الغضب تخرجي شي كلمه ماشي هذيك؟ ما خفتيش هاد الزوج يعمل لك تشهير مثلا ديك الحبس بحال طرا بزاف؟ هزي فم وقول، هزي فم وقول. اموا بغيتي توثقي ديك اللحظه مونطيها، الكلمه تقدر تضرني ماشي هكا فرق تلوحيها كما هي وليده اللحظه. سخونيه الراس كترجع بالبروديه، ما كيكونوش معصبين، راه كلمه منك كلمه بدا كيشعل الموضوع في الاخر الواحد كيندم، ما كينفعش الندم. هادو اللي مشاو كاملين للحبس الله ينجينا ونجيكم كان لسانهم هو اللي وصلهم داك الشيء. السوشيال ميديا راه ما ساهلش اخوتي، ما ساهلش. انا كندير فيديو نبقى فيه 10 ايام قصه كنمونطي فيه، عندك الشوفه تحسب عليا، عندك الكلمه تحسب عليا، ورد بالي ورد بالي ورد بالي. حتى السوشيال ميديا راه خطير جدا، راه مستهنين باقي ما حسيش الخطوره ديالو كي دايره. كان نخرجوا كنعاودوا كنفوجوا، كنصحوا كان ينصحونا زوين. يوتيوب زوين، السوشيال ميديا زوينين. الا ما كنتش انا نديرو يعني كنحس بواحد الراحه ملي كنجي ونعاود لكم ونفرغ عليكم داكشي بالحق. ما مخرجاش معصبه يعني بواحد نفترضوا كاع اذا افترضوا شي حاجه معصباني مزيان نتكلم نفس مزيان، نبقى واحد الوقت تزول لي ديك الموجه الغضب اللي ما كتخليش العقل ديالي في الاتزان ديالو 100%. عاد ندوي في ديك اللحظه بحال اللي طرا ديك السيده اللي كانت واحد نهارتي هكا في الطوموبيل تا وانا عندي شي حاجه في راسي وانا ما عرفش شنو، انا ولادي معايا، يعني كتخلي جمعيات يهضروا، البوليس يهضروا، كلشي. ولو واش هاد الانسانه اهل انها يكونوا عندها وليداتها ولا يعني كتجر عليك مصيب. انت غير واحد اللحظه كنتي غير معصبه ما فيك والو، حتى بنادم بدا يالف عليك، حتى بنادم بدا يقول لك لا واش قيوها العقليه، هي عدير، هي تفعل شوش قالت شهرت. يعني بنادم الا بغى فيكم الشريه راه دابا هكا كتحطوا حدا الملايين، كتوثقوا اللحظه تحطوا حدا الملايين. وصحاب الحسنات كاينين، تتنصحيه ويتنادم معاك الحال هو يهزها ويحطها اكوتي كورقه راه بحد الضك. واش فهمتوا؟ ما تبقاوش تخرجوا وانتم في فوره الغضب. مزيان الواحد يخرج، خرجت حدا الكاميرا كاع كان ضروره ولا بد تمونطا باش الحاجه اللي تقدر تضرني حتى تكلماي ومونطيها ولا مسحيها ولا لا عرفتي كتشدوا قنبله موقوته وكتلوحوها هكا. حنا راه كنسمعوا فهمنا بقيتي فينا هادشي كامل مني وجبد، انا راني وليا. اكيد لو قلبنا الايه وطرا لي داك الشيء غيكون بقى فيا الحال في ديك الساعه ماشي غنحل ونبدا نهضر في اليوتيوب ولا نهضر في شي تيك توك او انستغرام، نمشي نجري للبوليس يعطوني حقي. شوف ما نعمل بعدا بالطريقه السليمه لان نعجبك حق ماشي هما اللي عتخرج عليهم المغاربه الملايين المغاربه او من غير المغاربه عيجيبوا لك حقك. ممكن يتعاونوا معك لان في ديك اللحظه اللي طرا لك المشكل وتم الاعتداء عليك كاينين الناس اللي مسؤولين على هادشي، كاين قانون في البلاد. دابا نتوما ملي كتخرجوا وخصوصا اذا كنتم معصبين ملي كتكون عندكم مشكله هذا مع شي حد، راه اذا ما كانش مسجلكم او كاينه كاميرا ولا شي حاجه راه كيقدر واخا يمشي يدعيكم او شي حاجه تقدر تقول لا كذب عليا لا زاد عليا. ملي كتوثق الحاجه بالصوت والصوره والنقطه والفاصله ما بقاش هروب.
بحال واحد السيده هي شتا ما عرفتش بقات كتقول له عنقتلو او لا عنقتل او لا عندي هزوها في الاخر ملي شدوها قالت لهم لا المعنى المجازي للقتل ومشي يشرح لهم المعنى المجازي سونس فيغوري وسونس بغيت الحاجه ما عندها حتى معنى. تخرجوا تعرضوا راسكم للخطر. يعني الحياه قصيره ان الواحد كل ما تضيعوا تصيفطوا الحباسات ويتشوى او يفقد كاع المنصب ديالو او ما عرف اش كديروا. والله ديروا عقلكم. هادشي عرفتي شنو راه ماشي غير بنادم صغير كبير متوسط غير يتعصب يمشي للكاميرا يا ما بغيتوش تستافدوا من الاغلاط وحدين اخرين. والله يعني حتى انا بعمر تسخن يد راسي حتى كنسجل شي فيديو ولا شي حاجه شي موضوع غاضني او شي حاجه نرفتني حتى كنقول لا اهداش كنخرج على فمي. يعني ممكن تفهم غلط، ممكن قلت كلمه ما قصدتهاش، مي هي ديك عاد خرجت عندها واحد المعنى معين. ردوا بالكم. الله يهديكم اذا عندكم علاش يعني تخافوا، عندكم وليداتكم، عندكم اون كارير، عندكم المكانه ديالكم في المجتمع، خافوا على ريوسكم اذا ما خافوش الناس عليكم. هذه نصيحه اخويه مني. بغيتوا تقبلوا هذه النصيحه من اختكم عليا مرحبا، ما بغيتوا شيء مسامحه وكاني ما قلت والو. هذه نصيحه بسيطه غادني الحال عليكم. وحيت بنادم كلمه انها تشوه ولا تخرجوا شي مواصل خايب كيمشي في الطحين كما كيقولوا. يعني بنادم كلمه انها تدمر له مستقبله حرام يمشي في شكاره مقطعه. الله يا ودي شويه الاتزان، شويه الرزانه. راه تخيل غير مثلا دابا غير نتوما اذا مشيتوا وتعصبتوا على شي حد، نقول حنا موظف مقاطعه او عند البوليس ولا في شي بلاصه وشوهتي وضربتيها ولا نقصت عليها ولا قلتي له كلام نابي، واش كانوا الشهود؟ ما فيها شي موتيف هذه؟ السب والشتم والتشهير واهانه موظف وهو كيزاول المهنه ديالو والله حتى نمشيو فيها. لا في هذه المواقف لا حتى السوشيال ميديا ولا سميتي عرف بنادم كيخرج على فمه، خصوصا في البلايص اللي عندها واحد الحرمه ديالها. ما هادو ماشي جوج مضربين بالزنقه وساليو وفكوه بالناس. عندك مشكل معاه كاين كيف يتحل لك المشكل، كاين قانون في البلاد ندعيه ما عرف شنو. ما عنديش البروف نتكمش ونسد فمي سالات مادام لان انا درت راسي نهار ما يتقت ودرت وفعلت انا كنتحمل المسؤوليه لان القانون يحمي المغفلين. ولذلك حتى يدير لك انت تحمرت اللي فيك والهبل اللي فيك واجعل انك انسان يشمتك وما عرفتي تاخذ حقك نخرج نسبو ونشتمو. القانون ما يرحمكش واخا تكون انت مظلوم هو ظالمك مي هو عرف كيف يرياجي دونك غرقك حتى نودنيك. وردوا بالكم من هذا البياج، خليتكم الراحه وسمحوا لي وراه غادني الحال. ما نبغيش اختي وخاي المغربي يطيحوا في هذا البياج. كلمه بسيطه حقيره خرجت في بلاصه ماشي في بلاصه تساوي بنادم قالب عليكم القفه ومغرقكم. لا خوتي لا، ثم اذكى من ذلك انكم ديروا هذا الفعيل. صافي راه كاين الامثله كثيره طرات بزاف خوتي المغاربه وما نبغي حتى شي حد لا يتشوه ولا يمشي للحباسات ولا صافي يلا الى اللقاء.